أحباب مشتل الصوبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سنتين فاتوا ظهر نبات الكلاديوم في مصر، ونزلت منه دفعة في منتهى الجمال. ناس كتيرة أخدته، بس مع الأسف معرفتش تعمل منه إكسار، ومعرفتش للأسف تحافظ عليه. نبات الكلاديوم من النباتات السهلة جدا جدا جدا، والحمد لله عملنا تجربة السنة اللي فاتت ونجحت معانا. والنهارده بفضل ربنا الطرنة بتاعت الكلاديوم بقت ما شاء الله كبيرة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وعلى فكرة الطرنة دي مقسومة اتنين من السنة اللي فاتت، وما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده مطلعة خلفات. وده اللي شجعنا ان احنا نعمل منه اكسار تاني، بحيث ان احنا نطلع منه اكتر من نبات. لو عايز تعرف كل حاجة عن نبات الكلاديوم، طريقة الرعاية وطريقة الاكسار، تابعنا في الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ، اللي ما اشتركش في القناة يا ريت ينزل دلوقتي حالا ويشترك في القناة ويفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو يا ريت تشرفنا بلايك وتعمل شير، يمكن الفيديو يوصل لناس كتيرة وكل الناس كتيرة تستفاد. معاكم وسام صقر من قناة مشتل الصوبة، خليكم معانا. ده واكتر موجود في مشتل الصوبة. بسم الله ما شاء الله، اكبر تجمع نباتات داخلية في مكان واحد. نبات الكلاديوم من النباتات الجميلة جدا، وأوراقه في منتهى الجمال، وكل سنة بتعدي على النبات دوت بتظهر ورقته وبتظهر ألوانه، وبتدي ألوان في منتهى الجمال والروعة. نبات الكلاديوم بيحب يعيش جدا في التربة السوفت الهشة خالص، عشان كده احنا بنحط له بنعمل خليط من التربة، من الرملة والبتموس، وبنخلي الرملة نسبة الرملة أعلى. وسبحان الله الكمال والجمال لله وحده. النبات ده بجمال ورقته والوانه بيسقط ورقه تماما في فصل الشتاء، ومع اول موجة حر يبدأ يطلع لنا نموات جديدة زي ما احنا شايفين كده. وكل سنة الضرنة بتاعته او البطاطساية بتاعته بتكبر عن السنة اللي قبل منها، علشان كده بنلاقي باستمرار الورق بتاعه بيكبر عن السنة اللي قبل منها. وبفضل الله علينا عندنا الوان في منتهى الجمال والروعة، والوان لسه ما نبتتش. ان شاء الله لما تنبت حتى هنشوفوا جمال الورق في منتهى الجمال. يلا بينا مع بعض نشوف ازاي نعمل اكسار من درنة الكلاديوم. قبل اي حاجة لازم نبقى فاهمين ان نبات الكلاديوم نبات صيفي، يعني بيجي على تبدأ تظهر النموات الجديدة مع اول موجة حر، ومع اول موجة سقعة يبدأ يسقط ورق، عشان سبحان الله الكمال والجمال لله وحده. طيب احنا اللي احنا عايزينه عشان ناخد نقطع من الضرنه ديت. بص الضرنه دي اساسا مقطوعه السنه اللي فاتت، ده مطرح القطع. تمام. هنحتاج هنجيب الضرنه بتاعتنا، هنجيب شاليه صغيره خالص يستحسن كوبايه 8، وهنجيب مبيد فطري، وهنجيب سكينه حاميه جدا، سكينه حاميه جدا. كويس. هنا بصوا بالنسبه للضرنه الكلاديوم فيها نتوءات اهي، شايفين النتوءات واضحه كده في الفيديو اهي زي كده. دي احنا هنحاول هنقصها من هنا. بسم الله. كده احنا قصينا الكلاديوم، انتوا اهي شايفينها. طلعنا واحده، هندور على واحده تانية كده وهنقص منها في بدايه اهي، بدايه نتوءه طالعه، هناخدها برضو كده.
واضحه. بقى عندنا اتنين. دلوقتي احنا عندنا مشكله صغيره كده، عندنا الضرنه دي كده معرضه لانها هتعفن. فهنعمل ايه؟ هنخبزها في مبيد فطري لمده نص ساعه. نحطها في مبيد فطري لمده نص ساعه. طبعا مبيد فطري مخفف. وهنحط معاها الضرنات دي علشان ما تصابش باي نوع من انواع الاعفان. وهنكونوا محضرين تربه خليط من البتموس والرمله، فيها نسبه رمله عاليه، علشان برضو لما نحطها في التربه ما تعفنش. سيبنا الكلاديوم نص ساعه في المبيد الفطري، وهنبدا نزرعه دلوقتي. بسم الله. دي الضرنه الاولانيه، بصوا لونها فتح ازاي لما حطيناها في المبيد الفطري. احنا قلنا هنجيبه بوت صغير، نحط فيه شويه تربه اللي احنا حضرناها، وهنزرع الضرنه اتجاهها الاعلى. يعني مكان الحته النتوء ده اللي طالع ده هيبقى اتجاهه الاعلى، وهنحط فوق منه طبقه خفيفه جدا من التربه. ناخد الحته التانيه نعمل فيها نفس الحكايه. نحطها على وش التربه اهي كده، تمام. وهنحطه فوق منها طبقه رفيعه خالص. والنبات الام هنبدا نرجعه تاني للتربه بتاعته بنفس الطريقه. نحط شويه بتموس، الخلطه بتاعتنا يعني، وهنحط النبات على وش التربه كده، ننزل الجذور بتاعته في الارض، ننزلها تحت، نبدا نحط عليه، نغطسها بحاجات بسيطه خالص من التربه. دول الثلاث بوتات اللي احنا عملناهم. وهنبدا نروي النبات، ويستحسن نبدا نروي التربه، ويستحسن نروي بالمبيد الفطري اللي احنا بحبه المبيد الفطري اللي احنا حطيناه. وهوريكم ان شاء الله رب العالمين بعد لما النبات ينبت يطلع معانا حاجات صغيره كده، هوريه لكم ان شاء الله. خليكم معايا. احباب مشتل الصوبه رجعنا لكم تقريبا بعد 15 يوم. بعد 15 يوم بدات تظهر نمو جديد للكلاديوم، للضرنه اللي احنا زرعناها مع بعض. بصوا الجمال، ورقه جديده نورتني وشرفتني، وحاجه كده في منتهى الجمال والروعه. اهم حاجه في الموضوع ان احنا نحط الضرنه في مكان حر جدا، ده علشان النبات الضرنه دي تشتغل معانا بسرعه، وفي نفس الوقت زي ما احنا متفقين
ان الضرنه مش بتحب الميه الكتير، الضرنه اساسا فيها ميه فما بتحبش الميه الكتير، وعشان يبقى البخر باستمرار في التربه شغال باستمرار. فالحمد لله رب العالمين النمو الجديد دوت ظهر معانا بعد 15 يوم بالظبط، ودي حاجه كانت في منتهى الجمال. واللي فادنا برضو موجه الحر اللي فاتت ديت، هي اللي سرعت نمو الكلاديوم. دي كل حاجه عن نبات الكلاديوم. الناس اللي وصلت لغايه هنا انتوا اصحابي وحبايبي، ما تنسوش دوسوا لايك، واي استفسار اكتبوا لنا في الكومنتات، ان شاء الله رب العالمين نجاوب عليه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي. ده واكتر موجود في مشهد الصور. بسم الله ما شاء الله، اكبر تجمع نباتات داخليه في مكان واحد.